السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه اللي غادي تكون حلقه سبيسيال نظرا للامور اللي كتدور حاليا حول فريق الرجاء الرياضي واللي كتخلينا اننا ضروري نخرجوا بشي حاجه او نحاولوا نفهموا شنو كاين على حسب المعلومات اللي عندنا. فما تنساوش انكم تخليوا لنا لايك وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش انه ان شاء الله يوصل لاكبر عدد ديال الناس اللي متابعين القناه، وان شاء الله نحاولوا نخرجوا بخلاصه من خلال الفيديو هذا. بسم الله نبداو. فريق الرجاء الرياضي تفاجأنا مؤخرا في هذه اليومين الاخيرين بانه هناك نيه لتغيير او هناك اخبار حول نيه لتغيير العارضه التقنيه لفريق الرجاء الرياضي على مستوى المدرب والستاف تكنيك اللي معاه وكذا. ولكن لحد الان الامور ليست صحيحه 100%، وهي مجرد اشاعات ترافق فريق الرجاء كما تعودنا على ذلك في كل موسم وكل بدايه موسم. الاشاعه اللي خرجت وهو تغيير العارضه التقنيه ديال فريق الرجاء الرياضي، غادي نحاولوا اننا نديكورتيكيوها شويه، نحاولوا اننا نحلوها شويه ونعرفوا شنو الاسباب اللي تقدر تخلينا نمشيو في هذا التوجه هذا، ولا المكتب المسير يمشي في هذا الطرح هذا، ونشوفوا علاش واش غادا تكون سلبيه او ايجابيه للفريق. ونديك الساعه الحكم لكم نتوما مشاهدينا، باش انكم نتوما تخلوا تعليق وتشاركوا معنا في النقاش كذلك، مع العلم انه غادي تكون حلقه مباشره باش غادي نستقبلوا الاراء ديالكم عبر ديسكورد، وكذلك عبر التعليقات اللي غادي تكون سواء في فيسبوك او على يوتيوب ان شاء الله. اشاعات حول نيه تغيير المدرب غادي تكون عندها حسب وجهه نظري جوج ديال الاسباب مهمه. الاول وهو ربما عدم اقتناع المكتب المسير بالقرارات او بالاختيارات ديال المدرب الحالي، ولا تتوافق كذلك مع المشروع اللي وضعينه سواء على مستوى تكوين الفريق حاليا او على مستوى تحضير الفريق للمسابقات الافريقيه في حاله المشاركه الموسم المقبل. هذا الشيء كيخلينا باننا نشوفوا الامور من جوج ديال الجويه. الفكره الاولى كتقول بانه لسعد جرد الشابي حسب الاختيارات اللي دار وحسب الانتدابات اللي وافق عليها واللي قررها بالمعيه ديال الطاقم التقني اللي معاه، ربما المكتب المسير كيشوف بانها ليست كافيه وليست في مستوى تطلعات هذا الاخير هذا، خصوصا على مستوى المشروع اللي عنده. دائما المعلومات اللي كنحطوا فهي في غياب اهم شيء وهو المنظور او لا كيفاش كيشوف المكتب المسير المشروع ديال الرجاء الرياضي بدايه من هذه السنه هذه وما قادم. هذا الشيء غادي يخلينا اننا نقولوا ربما المكتب المسير كيشوف بانه الاختيارات اللي عندنا حاليا ليست كافيه باش اننا سواء ننافسوا على اللقب او الالقاب بجوج هذا الموسم هذا، او على مستوى نوصلوا للاهداف ديالنا في اطار تكوين فريق اللي يقدر يمشي معنا في الافريق العام الجاي في حاله اننا تاهلنا. ومن بعد طبعا الا كان انه هناك تفاوت او هناك جوج ديال السرعات اللي كيمشي بهم سواء الطاقم التقني او المكتب المسير، فطبيعي انه يكون واحد الصدام او يكون عدم توافق اللي خلينا اننا نمشيو لمثل هذه القرارات هذه. لحد الان هذا الشيء اللي كنقولوا فهو مجرد اشاعات وما كاينه حتى شي حاجه صحيحه اللي كتثبت هذا الشيء. وبناء على القرارات اللي غادا تتخذ في هذه اليومين او 3 ايام اللي جايه غادي نشوفوا ديك الساعه، لانه حاليا ما نقدرش نقولوا بانه هذا قرار غادي يكون ايجابي او سلبي على الفريق، لانه نقدروا نشوفوها من جهه ايجابي لانه ربما ليس هناك توافق لحد الان، باقي عندنا الوقت فين اننا نتداركوا واننا نديروا واحد لو شونجمون ولا واحد التغيير سواء على المستوى الطاقم التقني او على المستوى الانتدابات اللي كاينه باش اننا نوصلوا للاهداف ديالنا من بعد. ونقدروا كذلك نشوفوها بانها سلبيه بحيث انه عندك مدرب اللي مشى معك ودار انتدابات ومشى معك في المعسكر الاول وقررتي انك تخلى عليه قبل شهر من بدايه البطوله، وهذا الشيء كيضرب الاستقرار ديال الفريق وكيخلينا اننا نكونوا كنلعبوا في الخطر شويه بناء على المعطيات اللي عندنا لحد الان. الفكره الثانيه وهي فكره اخلاء المسؤوليه. كيفاش فكره اخلاء المسؤوليه؟ فكنظن بانه بناء على المشروع اللي وضعه المكتب المسير حاليا وبناء على التعاقد ديالو مع السيد المدير الرياضي السيد سيباستيان سوماكال، فكنظن بانه المكتب المسير يريد محاسبه اشخاص على مسؤوليتهم. يعني غادي نشد واحد غادي نعطيه واحد المسؤوليه وما غندخلش فيها انا وياخذ القرار اللي بغى ياخذ، من بعد انا غادي نتحاسب معاه هو ما غنتحاسبش على شنو واقع من جهه اخرى. وهذا الشيء غادي يعطي الصلاحيه للمدير الرياضي باش انه ياخذ القرارات اللي كيشوفها غادا وتتماشى مع الاهداف اللي حط المكتب المسير. بدايه السيد سيباستيان سوماكال غادي يبغي انه يحدد المشروع او يحدد خريطه الطريق مع الطاقم التقني. غادي نمشيو على حساب المشروع ديالو هو، غيمشيو على حساب النظره ديالو هو، غيمشيو على حساب الاهداف اللي سطرها المكتب المسير واللي حولها لهذا المدير الرياضي باش انه يطبقها على ارض الواقع. فهنا كنطيحوا امام جوج الامور، يا اما يكون توافق ويمشي المشروع كلشي بخير، يا اما غيكون هناك عدم اتفاق او عدم توافق ما بين ستاف تكنيك اللي على راسه المدرب لسعد جرد الشابي والمدير الرياضي. هنا غادي نبداو نشوفوا بانه كاين هناك واحد التضاد، هناك واحد المواجهه ما بين المكونين بجوج. وطبعا ما دامت المسؤوليه عند سيباستيان سوماكال فمن الطبيعي انه يمشي للحل السهل، وهو انه هذا السيد هذا ما خدامش ليا ما بغاش يمشي معايا في المشروع ديالي، فطبيعي انني غادي نخرجه وغادي نحاول نقلب على بديل اللي غادي يمشي معايا في المشروع ديالو في الامور ديالي باش اننا في الاخر نوصل لواحد النتيجه اللي حددها المكتب المسير. هاد جوج وجهات ديال النظر هما اللي يقدروا يخلونا اننا نكون عندنا
هذه الاشاعات حاليا او هذا النوع ديال الاخبار في ظل غياب التواصل وغياب ناطق رسمي ديال الفريق اللي كيحاول يا اما يفند هذه الاشاعات هذه، يا اما ياكدها، يا اما يشرح التوجه ديال الفريق باش حتى القرارات اللي غادا تتخذ ربما الجمهور ما يتقبلهاش بواحد الاستغراب وما يتقبلهاش بواحد المواجهه فكريه اللي تخليه ربما يدير واحد الضغط زائد ومجاني على المكتب المسير وعلى الفريق كامل، وحنا باقي ما بديناش الموسم الرياضي. هادشي كامل كيبقى غير راي شخصي، والمهم عندنا هو الراي ديالكم نتوما كيفاش كتشوفوا هاد الاشاعات هذه؟ واش كتشوفوا بان عندها نسبه من الواقعيه ومن الحقيقه اللي تقدر انها تطبق، او لا كتشوفوها غير مجرد اخبار دايزه واللي ما غادي يكون عندها حتى شي تاثير على قادم الامور داخل فريق الرجاء الرياضي؟ ما تنساوش لايك ديالكم للفيديو وبارطاجي كذلك مع اصحابكم باش انه يوصل لاكبر عدد ديال الناس، وديك الساعه ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه القادمه اللي غادا تكون مباشره ان شاء الله هذا الويكاند هذا، سواء اليوم بالليل او غدا ان شاء الله. من هنا لتما خليت لكم الراحه، ديما رجاء، الله يعلي الدرجه وتهلاو.